شوف يا اخي، يعني النسوان دول كائن غريب جدا. تحبه يسيبك، ما تحبوش يحبك، تتقل يخفوا، تخف يتقلوا. انا توفيق الحديدي، وده فيديو بيضحك. السلام عليكم يا جماعه، اهلا بيكم في فيديو جديد. انا توفيق الحديدي، اشطر واحلى واقوى واوسم واجمل بني ادم في مصر. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بخير. يعني انا افتكر، يعني وانا صغير كان نفسي ابقى عالم فضاء. كنت يعني مرافق واحده يعني ساعتها وانا في تانية اعدادي، يعني كانت احلى ايام. يعني كنت مرافق واحده ساعتها، رحت قلت لها انا نفسي ابقى عالم فضاء. قالت لي وبعدين؟ وبعد ما تبقى عالم فضاء يعني هتصرف علينا منين؟ هل هيبقى معاك فلوس تفتح بيت؟ انا مش موافقه ان انت تبقى عالم فضاء، غير طبعا لو انت هتشتغل في ناسا. انا عايز اقول لك بقى، شوف انا فين وانت فين، شوف انا فين وانت فين. طارق ميه عشان شرقت. طب يا جماعه، انا شايف العلماء دول ما بيعملوش اي في حياتهم بالامانه. اصل هم بيعملوا في حياتهم بحثين. انت عارف انا ايام الكورونا عامل كام بحث عشان اتخرج؟ عامل بتاع 12، وليا انا بس عشان في واحد عدته كذا مره كده عشان كنت بسرقه من على النت. يعني انا فاكر كان المفروض اعمل بحث عن اخطر مرض في العالم، فرحت داخل على جوجل وكاتب اخطر مرض في العالم، واول حاجه جت في وشي رحت عامل لها داونلود وطبيعه زي ما هي. يعني لقيت الدكتور بيكلمني تاني يوم وبيقول لي هات لي واحد بس لسه عنده التيفود. يعني انا عايزك تفكر كده، مين اشهر عالم في العالم؟ مين؟ يعني انا لما اول ما اقول عالم، مين اول واحد بيجي في دماغك؟ اينشتاين. طيب اينشتاين ده مشهور ليه؟ عشان اكتشف سرعه الضوء. يا اسطى ماشي، يا ريت مثلا حط سرعه الضوء دي مثلا على شارك مثلا او حاجه، او هنجربها مثلا في تويوتا الجمل. لا هو بس بصوا يا جماعه، سرعه الضوء اهي، والله العظيم اقسم برب الكعبه اهي. حد شاف ايه؟ حد شاف سرعه الضوء اهي؟ يعني انا مش فاهم بصراحه سرعه الضوء دي ممكن تفيدني في ايه، الا مثلا لو انا قاعد في اوضتي بعمل حاجه غلط بالليل. لو انا عايز احسب امي اول ما تفتح عليها الباب وتلف وبعد كده تحط ايديها على البتاع اللي هي بتنور دي، بعد كده تدوس وتنور، ده هيبقى في قد ايه؟ البتاع اللي هي بتاعت النور دي مش عارف اسمها ايه والله. وعقبال ما هي بقى تفتح النور وتنور هكون انا لحقت اخبي اللي انا بعمله ده ولا لا. انا مش عايز حد بس دماغه تروح بعيد، يعني ما بعملش حاجه عيب، يعني انا بمارس العاده السريه بتاعتي عشان ما حدش يفتكر حاجه. يعني العاده السريه بتاعتي يعني اللي انا بقرا كتاب فرتيجو لاحمد مراد، بخلص وبعدين بضرب عضل. في عالم تاني اسمه شرودنجر. شرودنجر ده كان عنده نظريه جميله قوي، يعني كانت نظريه جميله، نظريه اسمها قطه شرودنجر، ودي ما كانتش حاجه بيقولها لمراته او لصاحبته او حاجه. يعني قطه شرودنجر دي ببساطه انك بتجيب قطه وبتحطها جوه صندوق. فانت اول ما حطيت القطه دي جوه الصندوق وقفلت عليه الصندوق، انت ما بقتش عارف القطه دي جوه الصندوق ولا لا. يعني الصندوق ده ممكن يبقى فيه قطه وممكن ما يبقاش فيه قطه، انت مش هتتاكد غير لما تشوف. يعني يا اسطى انت فاك يا اسطى. انت يا اسطى شرودنجر ده لو كان اشتغل في كول سنتر كان هيبقى افيد له. لو كان فتح عربيه بطاطا كان هيبقى افيد له من اللي هو بيقوله ده. ما هو يا اسطى ما انت لسه حاطط، ما انت لسه حاططها بس جوه الصندوق. حاجه مثلا عامله زي انت خبيت مجلات 6 جوه الدرج، ابوك دخل عليك سالك في مجلات 6 جوه الدرج، انت تقول له مش عارف. ممكن ممكن لا، او تقول له لا عشان انت مش شايفها. اول ما يفتح الدرج ويشوفها بقى ضرب، يبقى بقى دي نظريه شرودنجر بقى. بص الرساله لشرودنجر، افتح الصندوق. الرساله لشرودنجر اهو بقى، ده الصندوق بقى، شوف بقى في قطه جوه ولا لا، في قطه جوه الصندوق ولا لا. في ناس تانية غير العلماء دول اسمهم فلاسفة. الفيلسوف ده بقى، ده بجد بقى اللي ما بيعملش ده بيفكر. هو الفلاسفة دول كانوا بياخدوا فلوس عشان يقعدوا يفكروا. يعني يا اسطى بقول لك ايه، فكر لي كده، فكر ليه عامة. يعني مثلا انا بحب يعني استشهد بمثل جميل قوي، يعني ان مرة فيلسوف دخل على مراته لقاها بتخونه فقعد يفكر. ارسطا انت بتخونيني؟ علماء زمان كانت شغلتهم سهله بس بدات تصعب واحده واحده. ليه؟ العلماء زمان مثلا كانت في اي حاجه يبصوا عليها يبقى هو ده اكتشف. الهوا مثلا، بصوا يا جماعه هوا، فالناس بقى تقعد تسقف له بقى وتدي له جائزه نوبل وبتاع عشان اكتشف الهوا. مثلا في النار، اكتشف النار. واحده واحده بقى الموضوع ابتدى يصعب
لغايه بقى ما وصلنا دلوقتي ابتدينا بقى نكتشف بقى النانو بقى والفيمتو وبتاع والحاجات هو الموضوع ابتدى يصعب واحده واحده بقى، مفيش حاجه العلماء يكتشفوها، مفيش حاجه جديده تقدر تقدمها للبشريه. خلاص بقى يعني عرفنا النار، عرفنا الهواء، عرفنا بقى يعني القهوه، مخترع القهوه، مخترع التكييف، مخترع التلاجة، مخترع البهارات، مخترع اكيد في حاجات تانية يعني اختراع. يعني انا مثلا مش متخيل الحياه قبل ما العلماء يكتشفوا الهواء. اللايف سبان بتاعت البني ادم كانت 5 دقايق، يتجوز، يخلف، يكبر، يصغر، يمارس العاده السريه بتاعته، يروح مدرسه، يخلص مدرسه، يروح الجامعه، يصاحب، قلبه يتكسر، كل ده في 5 دقايق. استخيل الحياه كده من غير هوا. يعني مالك يا عباس؟ بس في ايه؟ قول لي حبيبي، اتكلم معايا. مفيش، بس يعني مخنوق شويه، هروح اشم شويه. الناس مثلا زمان قبل اكتشاف الهواء مثلا كانوا لما يغنوا هابي بيرث داي تو يو لحد، يقولوا له ويكونوا جايبين له شمعة بقى وتورته وبتاع، يقولوا له يلا بقى اعمل حاجه في الشمعة دي، انا مش عارف ايه، تف على الشمعة يلا. مش متخيل برضو الحياه قبل اكتشاف النار الناس كانوا بيشربوا سجاير ازاي. غالبا الناس كانت بتمسك سجاير، يعني ما كانش في حد بيشرب سجاير. ولما بقى يقولوا تارس ماسك السجاير وسبب تدمير الصحه والوفاه مبكرا، ويكونوا جايبين طفل جوه بطن واحده ماسك سيجاره بس مش مولعها، هما الناس بس بيمسكوا سجاير. يعني القهواجي مثلا يجي يقول لك حضرتك تحب تشرب ايس كوفي او ايس تي عشان مفيش حاجه سخنه. والنار زمان، يعني انا خدت بالي كمان ان النار زمان كانت حاجه نادره فشخ. يعني انت تخيل مثلا ايام رجال الكهف انت اكتشفت النار دي حاجه بنت انت جايزه نوبل. احنا هنتدفى، مش هنضطر نقعد نجري ونلعب ضغط وبتاع عشان نتدفى، هنعرف نشوي الغزال مش هناكلها نيه. ده اختراع جامد، حاجه جامده. دلوقتي النار بقت كتير لدرجه ان احنا عملنا لها عربيه مطاف، انها حاجه تقللها مع انها زمان كانت نادره. يعني مثلا لو راجل الكهف جه دلوقتي وشاف حريقه بقى في مستشفى مثلا والناس قاعده تموت واللي بينط من الشباك، راجل الكهف هيبقى قاعد يرقص، تيجي المطاف تطفيها يقعد يقول دي امي استنى لا مش عارف، يقعد يحط شويه نار في جيبه وبتاع. غالبا دي كانت بتضحك في دماغي يعني. وخدت بالي كمان ان عالم هي بالظبط كلمه حالم. امتى تبقى عالم وامتى تبقى حالم؟ امتى يبقى علم وامتى يبقى حلم؟ وهل العلماء مش بيحتلموا وبيعتلموا؟ يعني العالم من دول يصحى من النوم يلاقي بقى السرير متغرق مسائل تفاضل، بص تربيع بقى مغرق بقى السرير. قريت في بوست على الفيسبوك ان ستيفن هوكينج كان بيتحدى المسافرين عبر الزمن، راح عامل عيد ميلاده مثلا الاسبوع ده وصرح عنه الاسبوع اللي جاي، فبحيث لو اي حد كان بيسافر عبر الزمن كان رجع له. ده باقي بصراحه الراجل ده ما عندوش صحاب يعني. بس اكشلي الناس فعلا، العلماء فعلا اكتشفوا آلة الزمن، بس هم ما كانوش عايزين يفصحوا عنها عشان مايكل جاكسون لو كان اكتشف آلة الزمن كان هيرجع بالزمن نفسه. واحمد زويل اكتشف الفيمتو ثانيه، وغالبا احمد زويل اكتشف الفيمتو ثانيه علشان نعرف الساس بيجيبهم في قد ايه. جماعه السوياس دول بس كوستوم الساس ده بيعمل ايه اصلا؟ بيقول لك هات فلوس عشان قال لك تعالى تعالى تعالى. على كده بقى طلعت زين المفروض يبقى مليونير. تحس الساس ده عنده فتش عربيات بتركن، عربيات بتحضن، حاجه عامله مثلا زي واحد عنده فتش بترضع. ماشي، احنا هنقضي على السويس ازاي؟ احنا هنجيب عربيه 66 حصان كبيره فشخ، ضخمه فشخ، ملغمه بالسياخ الحديد، ونحطها في حته فاضيه، حته مثلا عامله زي محميه وادي دجله. نقول طبعا بعد اذن الشباب راسل عطيطه، الشباب بس والنبي يا استاذ البس حاجه، ايه القرف ده؟ نحط بقى العربيه في الحته الفاضيه دي، وبعد كده ايه؟ نعمل كاننا ايه؟ بندورها. نجيب حد ضخم فشخ يركب العربيه يعمل كانه هيدور، فالسويس بقى يشوفوا عربيه كبيره فشخ ومش عارف ايه، هيتجننوا ويروحوا جاريين على العربيه. اول ما السويس يجروا على العربيه نروح مفرقعينها، اللي السياخ الحديد تطير، كل سياخ حديد يخش بطيز سايس. وطبعا احنا هنستخدم نظريه النسبيه بتاعت اينشتاين، عشان احنا لو قسمنا المتوسط اللي هو 18 على 2.5 وبعد كده حطينا كل سيخ حديد في طيس سايس هيطلع معانا 1.6 اللي هو عدد السيخ الحديد اللي هيخشوا في طيز كل سايس. وهنسمي العمليه دي 66 حصان طروادة بين قوسين السويس. طب يا جماعه بجد عشان انا بكره السويس فشخ، فدول 8 افيهات على السويس. ستيفن هوكينج اكتشف الثقب الاسود لما فيه سايس وطى قدامه.
التفاحه اللي وقعت على نيوتن دي نيوتن اكتشف بيها الجاذبيه، وبعدين وهو طالع حطها في كيس سايس. مره سايس عمل حادثه كل راح في حته. مره سايس دخل على مراته لقاها بتخونه، قال لها وكمان كمان بتخونيني. مره شفت سايس بيفلقس وبيقول للرجاله تعالوا. السايس وهو حيوان منوي كانت دي احلى ايام حياته، عشان كان بيركن 300 مليون واحد قدام البويضه. السايس لما يروح خطوبه ويقولوا له تاكل، يقول لهم ممكن اخد حته صفاره و10 جنيه باركينج. حكيم صيني قابل سايس قال له اسالني اي حاجه، سايس قال له هتطول. بس كده يعني يا جماعه، دي كانت نهايه حلقتنا. اتمنى تكونوا انبسطتوا، لو ما انبسطتوش ماشي قشطه يعني ماشي عادي يعني انا بتفرج على فيديوهاتي وبتفشخ ضحك بجد يعني، دي احلى حاجه. دي الفيديوهات اللي انا بتفرج عليها وانا باكل. انا توفيق الحديدي، وده كان فيديو بيضحك. السلام عليكم. بعز حضرتك بس كنت عايز اعمل اوردر. كنت عايز جوز حمام محشي وجوز حمام مشوي، نص كيلو طرب، وعايز طاجن كوارع بالورق العنب. في سجق. جالك الايدز؟ خبر ابيض. انت كمان ليه يا محمود؟ جالك الايدز ليه يا محمود؟ بتقعد مع مين يا محمود؟ يا حبيبي من ايه؟ انا بتضايق لما حد يجيله الايدز، انت عارف. استغفر الله العظيم يا محمود. مين تاني في الاستاف عندكم جال الايدز؟ ما انا كده مش هطلب من عندكم، هضطر اجيب من حاتي تاني. بقول لك استنى اقول لك نكته جميله قوي على حوار الحاتي ده. بيقول لك مره واحد صاحب محل مشويات. اللي بيشوي. ايوه. المهم يعني بنته ولا مؤاخذه في الكلمه ركبها جن. فاول ما روح راح قال لمراته يا ابني اسمع يا ابني، خليني اقول النكته يا ابني. بتكلم مين بس؟ اوردرات ايه دلوقتي؟ استنى. فاول ما روح قال لمراته يا عايده هات الشيخ عشان هو يعني بتاع مشويات. طيب خلاص انا مش هتصل بيك تاني، خلاص هتقعد تشتكيني للمانجر وبتاع. ماشي يا حبيبي، يلا يا حبيبي، ماشي بقى طمني عليك. ماشي يا روحي، يلا مع السلامه.